سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي صدقة جارية. اليوم صليت الفجر وقلت يا ربي الأعمال عليك والطلبة فيك كما يقولوا كباراتنا. نتوكل على الله ونسجل أول فيديو على قناتي. أنا كان قبل عندي قناة ولكن للأسف لظروف أغلقتها. قررت نبدأ من جديد باه نفيدكم ونشجعكم إن شاء الله على البدايات الجديدة. نعرف بنفسي، أنا سلمى مغتربة في فرنسا منذ 10 سنوات تقريبا. الحمد لله أم لثلاث أطفال، وربي يرزق كل محروم في هذه العواشر يا رب. من 2019 وأنا نخدم من بيتي الحمد لله، أسيستانت ماترنال أغريي. السبب اللي شجعني لي نعاود نفتح هذه القناة هو بإذن الله نفيدكم فيما يخص هذه المهنة. راح نتكلم على كل الجوانب اللي فيها، خاصة الإيجابية منها اللي الناس تجهلها، ونسلط عليها الضوء بإذن الله. كل فيديو راح ينزل على قناتي راح يكون فيها راح يكون في الأخير فايدة ومعلومة جديدة لكم، راح تكون صدقة جارية بإذن الله نستفادوا منها، وأهم شيء أنتم أيضا تفيدوا بها أشخاص آخرين. اليوم بما أنه قرب العيد، يلا توكلنا على الله. والليلة اللي فاتت كانت ليلة 27، ربي يعتق رقابنا من النار إن شاء الله. قلت نبدأ بتحضيرات حلويات العيد. ندير أهم شيء حلويات تكون اقتصادية بما أنه الأسعار راها في تزايد. الأهم تكون حلويات ناكلوها مش غير تاع تشباح فقط. بديت بالصابلي اللي هو معشوق الجماهير. دايما نعتمد أنا على وصفة أم وليد، بنينة وتخرج مليحة، تخرج مليحة أهم شيء. وفي هذا الفيديو راح نجرب معاكم طريقة اللي نفتح فيها الصابلي، ولكن باه نحافظ على شكله ويجي شباب. راح نطبعه فوق ورق الطهي ونحي منه الزوائد وديريكت نحطها في الفرن. طريقة أول مرة نجربها للأمانة، شفتها على صفحات الفيسبوك، حبيت نجربها معاكم. وجدت العجينة كما تشوفوا. الوصفة نحطها في صندوق الوصف، نخليها ترتاح شوية ونبدأ ديريكت نخدم فيها. أنا هنا الفارينة خدمت بفارينة ليدل. على اللي ساكنين في فرنسا كانوا يعرفوها بإذن الله. كنت قبل نخدم بفارينة أوشان، ولكن كان عندي في زوج وفضلت نجرب أول مرة فارينة ليدل. هنا كما تشوفوا جبت الورقة الأولى تاع ورق الطهي، حطيت فوقها العجين، كمية قليلة من العجين، وحطيت فوقها الورقة الثانية. هنا بعد ما بديت نفتح فتحت، بعد ما فتحت العجين وجيت راح ننزعها مرة أخرى، لقيتها لصقت. وليت عاودت أول من جديد، نحيت هذيك العجين طميتها وعاودت من جديد، وحطيت أول شي الفارينة وحطيت العجين فوقها، زدت عاودت الفارينة باش ما تلصقش على الورقات. بعد ما حليت العجين تأكدت أنها تكون السمك المليح، باه ما تجيش رقيقة بزاف وباش ما تكونش خشينة وسي. وبعدها بديت نطبع. كأول تجربة، المرة الأولى طبعت ديريكت بطبع صبلي، أنا اخترت هذا يكون على شكل وردة. الحق الطريقة كانت ناجحة، ولكن في تنظيف كي جيت راح نحي الزوائد تاع العجين كان عندي مشكلة، إنه الوردة هذيك اللي في النصف كانت صعيبة. وليت الطريقة الثانية، المرة الثانية حكمت غمست هذيك الطابع في الفارينة، وكان كي نحيتها كانت حقيقة سريعة وما تعبتنيش في باه نحي هذيك الوردة اللي في النصف. هنا كنت فتحت الفرن قبل على درجة 180 درجة، وجبت البلاطو. شوفوا الطريقة كيف ما سحبت فيها الورقة وحطيتها ديريكت في البلاطو، يعني حقيقة طريقة سريعة وما خذتليش ثانية. حطيتها في الفرن تاعي على درجة 180 درجة وطيبتها عادي يعني كأي سابلي. نعطي رأيي الحق في هذه الطريقة، طريقة مليحة، شوية فيها شوية تبذير في ورق الطهي، ولكن نحاول نستعمله مرة أخرى لأنه ما تبدلش لونه كيخرج من الفرن. وحسب علمي ما كانش معلومة تأكد بالاستعمال ورق الطهي مرتين سي ديكونسيي. إن شاء الله تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها. تزيين الصبري راح يكون في الفيديو القادم إن شاء الله، مع قصتي والأسباب اللي خلتني نبدأ مهنة لاسيستانت ماترنال أغريي. السؤال هذا
كان ديما يجيني هذا السؤال في جروبات المغتربات، دايما يسألوا على هذه المهنة، خاصة البنات اللي متردين اللي حابين يبداو هذه المهنة وما عرفوش كيفاش يبداو ومن وين يبداو. إن شاء الله نكون نفيدكم إن شاء الله بتجربتي. نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو القادم اللي راح يكون تكملة لهذا الفيديو في تزيين السابلي، وراح يكون فيها أهم أسباب اللي خلتني نختار مهنة assistante maternelle agréée.